عروسة بفستان الزفاف في قسم المحلة. ما القصة؟ قصة غريبة شهدتها مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم الاثنين. فقد توجهت عروس بفستان زفافها إلى مركز شرطة المحلة لتحرر محضرا ضد عريسها، واتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب على أنحاء متفرقة من وجهها، وأيضا التعدي عليها بالألفاظ بعد دقائق من انتهاء ليلة عرسهما. وقصة عروس المحلة بدأت بعد دقائق من انتهاء عرسها، فبالكاد أنهت العروس ليلة زفافها، وحال خروجها لركوب السيارة وقف العريس إلى جوارها، وحضرت والدتها للركوب في المقعد الأمامي للسيارة، إلا أن العريس رفض ذلك وقام بطردها من السيارة، وأحضر شقيقته للركوب بدلا منها، وهو ما أثار غضب عروس المحلة. استقبلت طوارئ مستشفى المحلة العام في 2 من صباح اليوم الاثنين عروس بفستان الزفاف مصابة بكدمات متفرقة في الوجه، وقررت بعد تقديم الرعاية الطبية لها أن وراء ذلك عريسها، حيث اتهمته بالتعدي عليها بالضرب بعد دقائق من انتهاء ليلة زفافها، وضرب شقيقها أيضا أمام إحدى قاعات قرية بلقينة بمركز المحلة. وقال شهود العيان على الواقعة إنه بعد انتهاء حفلة الزواج بدقائق قليلة نشبت مشادة كلامية بين العريس وعروسته، وذلك بسبب خلاف على أولوية ركوب والدة العروسة وشقيقة العريس في المقعد الأمامي لسيارة الزفاف. فقد رغبت عروس المحلة ركوب والدتها في المقعد الأمامي، إلا أن عريسها رفض ذلك وقام بطردها من السيارة، ثم تعدى بالضرب والألفاظ على عروسته. وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغا من أسرة العروس.